بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ده بص حضرتك احنا فين؟ احنا بارق بيلاق فيلة الحد أو الحدود. حدودنا الجنوبية لفترة من الفترات كانت تصل إلى هنا. ده معبد مين؟ إيست إيزيس، لأنه عارفين في فترة حكم اليونان والرومان كانت العاصمة اسكندرية، والناس دول أضافوا حرف السين أو حرف الإس للأسماء الآلهة وأسماء البلاد وأسماء الملوك. فهنا إيست باللغة المصرية القديمة، إيزيس طبعا أضافوا لها الإس وأصبحت إيزيس. طب بص حضرتك كان كل ملك في العصر اليوناني، حكم اليونان والرومان في مصر، يجي يضيف له إضافة لغاية عندنا إمبراطور روماني اسمه تراجان. فتراجان ده راح بنى المبنى ده اللي هو عايز أوريه لكم. وفي حاجة حلوة خالص اللي هو تيجان الأعمدة. تيجان الأعمدة هنا طبعا فيها ملامح اللي هو ايد الفنان اليوناني والروماني، على الرغم ان هم الفنانين كانوا مصريين قدماء واللغة لغة مصرية قديمة، لكن تراجان ترك النصب التذكاري ده ليه عشان الناس تفتكره كملك من جذور فرعونية. ايه يعني جذور فرعونية؟ كل ملك من الملوك سواء فترة حكم اليونان او الرومان في مصر راح صور نفسه كفرعون علشان يتقرب من الشعب المصري ويبقى من المقربين، والناس ما تعملش ضده ثورات. ادي الامبراطور تراجان واسم مكتوبة في خرطوشة ملكية فرعونية، بيقدم قربان هدية لإيست. إيست ورد إيزيس اهو، وفوق راسها اللي هو الكرسي اللي هي شايلة هم رجوع لابنها حورس اهو. حورس وراها حرور، بقى حورس باللغة اليونانية إضافة حرف الإس. وهنا نفس الملك إمبراطور تراجان ولابس التاجين، تاج مصر العليا وتاج مصر السفلى، وبيحرق البخور، طقس اللي هو حرق البخور لتحضير الأرواح عند الفراعنة عند المصريين القدماء. طيب ليه؟ عشان يحضر البار بتاعت مين؟ ده أوزوريس أهو، آدي أوزوريس وادي زوجته وراه إيست اللي هي صاحبة المكان، صاحبة المعبد. طبعا حضراتكم بالنسبة ل تيجان الأعمدة، بص كده تيجان الأعمدة، نقرب شوية، بص كده، ده ملامح ترجع لفترة حكم اليونان والرومان، اللي هو النحات عمل لي شكل اللوتس والبرد مع بعض. طيب بص كده الإيد أو ملامح الإيد اللي هو يعني الفنان اليوناني أو الروماني مع بعض هنا مع المصري القديم. وهي أصبحت الفيتشرز هنا الملامح ترجع لفترة حكم الإمبراطور تراجان. بص فوق كده العمود ده أهو، بص العمود أهو. فهنا طبعا حضراتكم المكان اللي هناك ده ما اكتملش النقش فيه، لأنه تراجان طبعا ما كملش. وطبعا هنا الكهنة أو حاكم إقليم أسوان ما فكرش إنه هو يكمل له، لأنه خلاص الراجل في ملك وراه حكم البلاد. يبقى كده بيقولوا عليه كشك تراجان والمكان اللي احنا فيه ده. وتراجان حكم سنة 80 ميلادية، يعني حكم الرومان في مصر طبعا ميلادي. طبعا فترة حكم الرومان بدأت في عصر أغسطس أوكتافيوس لما انتصر في معركة أكتيوم البحرية سنة 30 ميلادية. انتصر على الملكة كليوباترا السبعة. 7 ملكات حكموا مصر اسمهم كليوباترا، أشهرهم آخر واحدة رقم 7. طبعا احنا هنا في اللي هو معبد فيلة على جزيرة إيجيليكا، لكن مكان فيلة القديم فين؟ بص كده أقرب لك أنا
هناك شوف الحديد اللي في المية ده. الحديد ده مكان جزيرة فيلا بائريق القديمة، لكن طبعا اتفكك المعبد سنة 1971 واتنقل للجزيرة اللي احنا فيه. ماشي. وزي ما انتم شايفين كده جزيرة يبقى حواليها مية، الجزيرة حواليها مية، يبقى كده احنا في المرسى. يعني كده كان ترس المراكب، وكان هنا في سلالم. بص كده حضرتك، ترس المراكب في المكان ده في عصر الامبراطور تراجان. وادي اللي هو كشك تراجان او مقصورة تراجان الامبراطور الروماني. شكرا جزيلا، متعكم الله بالصحة والعافية، والى منشور قادم ان شاء الله.